اللي عايز ينجو من عذاب الله، اللي عايز يفوز بالدنيا والآخرة بالقرآن. أي واحد حامل للقرآن إلا وربنا سبحانه وتعالى بيجعل ليه مهابة ومكانة في قلوب الخلق، ده في الدنيا. ويوم القيامة يلبسوه إيه؟ تاج، اسمه تاج إيه؟ الوقار، لأن القرآن ده حاجة عظيمة جدا. يوم القيامة كده حامل القرآن أو محب القرآن اللي دايما كان شغال مع القرآن ده ليه نظام تاني، زي ما احنا عاملين قاعدة دلوقتي والشيخ عبد الرحيم والشيخ أيمن قاعدين. انت بقى كقارئ قرآن يوم القيامة انت هتبقى قاعد على المنصة ولابس تاج معروف ان انت كنت من اهل الايه؟ القرآن. عمركم شفتوا اي حديث بيقول ان المغني ولا المغنية ولا الراقص ولا الراقصة هيلبس تاج الوقار يوم القيامة؟ يبقى القرآن ولا الغناء؟ الله يفتح عليكم، ربنا يبارك لكم، ويا رب الكلمات دي ترسخ كده في العقول ونبلغ. القرآن امسك في قرآنك، امسك في سنة نبيك، اوعى تتخلى عن السنة، اوعى تتخلى عن ثوابت السنة، لأن لو تخليت عنها والله هتضيع. والدنيا دي انت بتعبر منها للآخرة، اما الى جنة واما الى نار، فانظر يا عبد الله ايهما تختار، براحتك. الجنة انت اللي بايدك تروحها. من سلك طريقا يلتمس فيه علما الا سهل الله له طريقا الى الجنة. عايز بقى تروح حتة تانية براحتك. احنا عايزين تبقى طبيب، وطبيب على دين، عندك دين. احنا ديننا ابدا ما كان ضد العلم الدنيوي. اطلع طبيب جميل، مهندس اجمل، ضابط احلى، قاضي ما شاء الله، بس ما تكونش فاضي ايمانيا. مش تكون قاعد قاضي بتحكم بالناس وانت مش فاهم حاجه في دينك. طبيب دكتور في مستشفى وكبير وما تعرفش حاجه في دينك ولا تعرف حاجه في القرآن ولا مصيبه. طم يبقى انت وصلت لمنصب عالي، لكن عند الملك انت فاضي مالكش اي قيمه. لكن قارئ القرآن دايما ربنا بيذكره فين؟ في الملأ الاعلى. اي مجلس علم بتحف الملائكه، تخشاهم الرحمه، تتنزل عليهم الرحمات من الملك. وانت زي ما احنا قاعدين بنذكر ربنا في المجلس ده، ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا دلوقتي في ملأ اكبر عند الملائكه. شوفوا فلان وفلان وفلان قاعدين ايه؟ بيذكروني، يعني يتحدثوا عني. شرف. طبعا انا لو قعدنا نتكلم مش هننتهي، لكن يا رب اشوفه كده في افضل واحسن المراكز، لكن تكونوا محافظين على القرآن، محافظين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولو أي حد بقى عنده موهبة يجي يسمعنا. فين اللي كان